شايلة طاجن ستك ليه؟ يلا نزليه وهقولك تعملي ايه. هنعمل مع بعض النهاردة حلا كاسات الجيلي، حلا بارد ومنعش وهيرطب علينا في حر الصيف وب3 مكونات بس وبطريقة سهلة جدا. اول حاجة باكو من البسكوت، باكت من الكريم شانتيه، وباكت من الجيلي. دلوقتي هنبدأ نحضر الكريمة. انا استخدمت عبوة 75 جرام، هنزل عليها بربع كوباية من الحليب المثلج، واهم حاجة يكون الحليب بارد جدا، ولو هتستخدمي مية ممكن لازم برضو تكون مية متلجة. هضربها كويس لحد ما تتماسك معايا، اهم حاجة تتماسك كويس معايا علشان لما نحط الطبقات على بعض ما تتسربش منها طبقة الجيلي. ودلوقتي بدأت الكريمة تتقل وتبقى بالقوام اللي انتوا شايفينه ده، قوامها متماسك. هدخلها الفريزر تتماسك شوية كمان لحد ما احضر طبقة الجيلي. هنزل ببودرة الجيلي وعليها نص كوباية مغلية من المية، اهم حاجة تكون مية سخنة جدا، وهقلب كويس لحد ما الحبيبات تدوب. انا هنا عملته مركز شوية، هو المفروض يبقى كوبايتين، كوباية مغلية وكوباية باردة. عملت نص كوباية مغلية، ودلوقتي هنزل بكوباية المية الباردة وهقلب كويس. ودلوقتي هنحضر الكاسات اللي هنقدم فيها، ممكن تستخدمي بولات، ممكن تستخدمي كوبايات زي ما انت حابة. انا هستخدم هنا كاسين دول يعني حجم جامبو، فالكمية ديت هتكفي الكاسين دول. لو عندك كاسات اصغر او لو هتعملي في بولات اصغر ممكن تكفي معاكي 4. كسرت البسكوت بشكل عشوائي زي ما انتوا شايفين، وسقسقته بشوية من الجيلي، حطيت عليه طبقة الكريمة. اهم حاجة اتأكدي ان الكريمة قافلة كويس، مش سايبة اي فتحات بينها وبين البسكوت، علشان لما نحط الجيلي ما يتسربش لتحت زي ما انتوا شايفين كده. تريكة مهمة جدا وهي دي اللي هتظبط معاكي. لو الجيلي اتسرب معاكي تحت مش هتلاقي الطبقة اللي فوق دي موجودة. هنا انا حطيت طبقة الجيلي وبدأت الكريمة تفك معايا شوية، عادي جدا. هنعالج الموضوع، هنلم اللي طلع على الوش كده بمعلقة. ودلوقتي الكاس بقى جاهز معانا خلاص. هنحضر مع بعض الكاس التاني. هنزل بطبقة البسكوت المتكسرة، هسقسقها بشوية من الجيلي، وبعدين هحط عليها طبقة الكريمة. اهم حاجة زي ما قلتلك اتأكدي ان مفيش اي فتحات عشان الجيلي ما يتسربش منها لتحت. حط الجيلي كده بالراحة من على الجنب، او ممكن تحطي معلقة وتصب عليها علشان الكريمة ما تتخرمش معاكي. دلوقتي هندخل الكاسات في التلاجة لحد ما طبقة الجيلي تتماسك معانا تماما. عملنا مع بعض النهاردة حلا كاسات الجيلي الباردة بطريقة سهلة وبسيطة، 3 مكونات بس، وشكلها بجد تحفة ويفتح النفس. شكل الطبقات الميكس بتاع الفراولة مع البسكوت مع الكريمة ميكس تحفة وطعمه لذيذ ومنعش وهيرطب علينا في حر الصيف. جربيها بجد وقدميها لضيوفك، هينبهروا من طعمها. بصوا شوفوا شكل الطبقات عامل ازاي، بجد ميكس رهيب، لازم تجربوه. يلا جربوها وهتدمنوها، مش هتبطلوا تعملوها ولا تاكلوها. متنسوش تشتركوا في القناة وكتروا الشير، واشوفكم على خير.